بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله لا يحب المستكبرين. في أكتر من مكان في القرآن ربنا قال وذكر إن هو مش بيحب الناس المستكبرة، وإن من صفات الشيطان إن هو كان متكبر، من الصفات الأساسية له، واللي خلته ربنا يبعده عن الملائكة. وهو كان كان بيذكر ربنا ويعبده معاهم، وهو مش ملاك ولكن كان معاهم. ولكن الصفة دي بالذات من أكتر الصفات اللي ضيعت الشيطان، وهتضيع أي حد بيحاول إن هو يقلده، لأن أساسا هتتكبر بإيه؟ ما معظم الحاجات، لا كل الحاجات اللي موجودة عندك وحشة أو حلوة مش أنت اللي عاملها. الوحشة ممكن تكون عاملها، إنما الحلوة لا، ربنا هو اللي خلقك بيها أو حاجة زي كده. فمفيش أي معنى لأن أنت تقعد تتكبر بحاجة مش بتاعتك أصلا، وتتفاخر بحاجة هي أصلا ممكن تتاخد وربنا ياخدها منك في أي لحظة. فيعني يا ريت الناس تفكر في الموضوع ده، وإن حتى اللي بيتمنظر بالأسلوب الغريب ده بيحط على نفسه صفات مش موجودة فيه كمان، هتروح منه فورا بعد أول اختبار في حياته، والناس هتعرفه وهيتفضح يعني. فربنا يعني يسترنا جميعا.